تعالوا النهارده نشوف ازاي بخامات بسيطه عملت الفكره التحفه دي. اول حاجه طبعت الورق ده الورق بتاع الديزاين اللي انا نفذته. هنلاحظ ان في الورقه كده من جميع الاطراف فريم ابيض لازم نقصه الاول قبل ما نبدا نجمع الصور دي مع بعض. الصور اللي انا استخدمتها النهارده هتلاقوني سايبه لكم رابط تحميلها في صندوق الوصف وكمان في الكومنتس. انا عملت الصور دي ازاي او قسمت الديزاين على كذا ورقه بالشكل ده ازاي، فانا عملت كده عن طريق موقع متكلمه عنه بالتفصيل في فيديو منفصل. هحط لكم برضو الرابط بتاعه لو حابين تنفذوا ديزاينات مختلفه. هو هينفعكم عامه في افكار تانية، يعني مش لازم الفكره دي بس، انا عموما مش بستغنى عنها. بعد ما خلصت كده من كل الاطراف اللي لونها ابيض في الورق كله، نبدا بقى نرتب الصور عشان نجمع الشكل بتاعنا. وبعد كده هنحتاج للزق الشفاف. اللزق الشفاف ده عشان نجمع بيه الصور مع بعض، تبقى حاجه واحده نقدر نستخدمها او صوره واحده يعني. فممكن في البدايه كده نثبتها بحته صغيره من اللزق، وبعد كده نبقى نزود اللزق زي ما احنا عاوزين، فكده هيبقى التحكم اسهل يعني. وبعد ما جمعنا الشكل بتاعنا هنستخدم دلوقتي عصيان الشيش طاووق، وخصوصا بقى المستورده دي. يعني بصوا تخينه كده شويه وطويله، غير النوع التاني اللي منتشر في السوق ما بيبقاش ولا شكله ولا حجمه كده، فدي هتبقى حلوه قوي في الفكره دي. دوروا عليها اكيد هتلاقوها. نبدا نحط العصايه كده على الرسمه وناخد المقاس بالقلم الرصاص ونقص العصايه. فممكن نقص العصايه بالمقص او بالبنسه، طبعا بالبنسه اسهل واسرع كتير جدا. بعد كده بقى بتيجي خطوه تثبيت العصايه على الديزاين بتاعنا، فاحنا هنثبتها مبدئيا باللزق الورق. واللزق الورق في الخطوه دي احسن من اللزق الشفاف، عشان بعد كده هنحتاج نشيل اللزق ده، واللزق الشفاف ما بيتشالش من الورق اطلاقا يعني، فلو عندكم اللزق ده استخدموه احسن. بنثبت كده كل قطعه مكانها بلزقه صغيره، بناخد المقاسات كده واحده واحده. الموضوع سهل جدا وسريع وممتع، تبقوا مبسوطين جدا والشكل بيتكون معاكم كده. بعد ما خلصنا القلب كله كده بالخشب وبقى تمام، نيجي بقى لخطوه التثبيت الصح. هنستخدم مسدس الشمع، وممكن كمان تستخدموا الامير، لكن انا بفضل مسدس الشمع. هتتحكموا فيه بشكل احسن، وكمان هيملى لكم اي فراغات ما بين الخشب وبعض. بس خلوا بالكم كده وانتوا بتستخدموا الشمع ان انتوا تخلوا الشكل العام عامه ما فيهوش كلاكيع. فزي ما انتوا شايفين كده انا تقريبا برسم مش بلزق، بحاول اخلي الشكل متناسق على قد ما اقدر، عشان ده لما هينشف يا اما شكله هيبقى حلو قوي ومش باين خالص انه شمع، يا اما هيبقى مكلكع وشكله مضايقني. فركزوا بقى في الخطوه دي، هنحط شمع في كل الفواصل كده. في كمان هنا تريكه ممكن تعملوها عشان تظبطوا شكل الشمع اكتر. لو لقيتوا اي جزء كده كلكع شويه معاكم وانتوا بتلزقوا، ممكن تجيبوا شويه ميه صغيرين وتحطوا صوابعكم كده في الميه وتضغطوا على الشمع وهو طري لسه، فبكده هتقدروا تساووا السطح بتاع الشمع وهيبقى الشكل العام كويس جدا. هنشيل بقى اللزق ده مش محتاجينه خالص. بعد كده هنستخدم المسطرة عشان نفصل الشكل عن الورقة، عشان يعني لو في اي شمع نزل على الورقة نقدر نفصلهم عن بعض بسهولة. بعد ما خلصنا الخطوه دي هنقلب بقى الشكل بتاعنا ونبدا نحط شمع في نفس الاماكن اللي احنا لزقناها في الناحيه التانية او في الجنب التاني. المرحله دي طبعا اسهل واسرع لان هم كده كده اصلا ملزوقين، وكمان هنبقى متاكدين مليون في الميه ان كل الخشب ماسك في بعضه كويس ومستحيل يتفك. وبرده نخلي بالنا قوي واحنا بنحط الشمع عشان ما نكلكعش ولا نعمل اي شكل مش حلو. بعد كده هتيجي خطوه التلوين. انا هستخدم البلاستيك ده وهغطي كل الخشب بيه، ممكن تسيبوه بنفس اللون هيبقى حلو قوي، بس يعني عشان الشمع وكده فانا لو غطيته عامه مش هيبان الشمع من الخشب من اي حاجه. ممكن كمان تستخدموا اي سبراي، بس يعني السبراي هيهدر معاكم شويه في الكميه. استخدام الفرشه في الفكره دي هيكون اوفر كتير، فالمتوفر عندكم بقى استخدموه.
وده شكله بعد ما نشف وهو كده بقى جاهز. بس يا سلام بقى لو عندكم بيبي رايت هيبقى شكله خطير جدا لو لفيناه كده على القلب بشكل عشوائي. حتى لو مش عندكم ده، لو عندكم الفرع اللي هو بيبقى اتخن شويه مش مهم، اي واحد فيهم هيبقى شكله حلو. لفيته كده بشكل عشوائي على القلب كله وطلع تحفه زي ما انتم شايفين كده. بعد كده هنيجي لخطوه الصور. انا اخترت الصور دي وجمعتها في ورقه وطبعتها على البرينتر. ممكن تطبعوها في استوديو او تطبعوها في اي مكتبه على ورق صور. هبدا بقى افصل الصور عن بعض كده. كده الصور بقت جاهزه. نيجي بقى لألذ حاجه في الموضوع، المشابك الصغنونه الملونه دي. لو عندكم منها شكلها خطير يا جماعه، ولو ما عندكوش برضو تقدروا تستخدموا المشابك العاديه اصغر حجم فيها، وكمان تقدروا تلونوها باقلام اكريليك وهتطلع زي دي. وبصراحه انا ما استكفيتش بالالوان بتاعه المشابك مع ان هي تحفه، يعني مش محتاجه اي حاجه. وهستخدم الخرامه دي على شكل قلب كده صغنون قوي. استخدموا كمان اي فوم تحبوه، انا استخدمت اللون ده. وهبدا اعمل قلوب كده صغنونه عشان الزقها على المشابك. وطلعت كيوت قوي زي ما انتم شايفين كده. جهزت مجموعه كده من المشابك عليهم القلوب. ودلوقتي بقى جت اللحظه اللي كلنا مستنيينها. هنبدا بقى نعلق الصور بتاعتنا كده بالمشابك ونرتب بالاماكن بتاعتهم كده بحيث يبقى الشكل العام متناسق وحلو. ولو عندكم بقى اي ستيكرز او اي اشكال مقصوصه بالفوم وحابين تضيفوها برضو هتعمل شكل حلو. يعني الموضوع مفتوح، حطوا اللي انتوا عاوزينه. اخر حاجه بقى ننور النور ده، ويا جماعه شكله روعه بجد، تحفه جدا. ديكور حلو قوي لغرف البنات. ممكن نعلق كمان نوتس كده فيها المهام بتاعتنا اليوميه عشان ما ننساهاش. هيبقى شكلها حلو قوي مع الصور والحركات دي. بجد فكره حلوه قوي، اتمنى تجربوها واتمنى الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا منه.